جارث بيل جناح الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الأسباني السابق وقائد منتخب ويلز على خسارة منتخب بلاده اليوم بهدفين دون رد أمام نظيره منتخب إيران في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022. وقال جارث بيل في تصريحات عبر شبكة BBC البريطانية: نحن محبطون، لا توجد طريقة أخرى للتعبير عما حدث سوى أننا حقا محبطون. وتابع في حديثه: قاتلنا حتى اللحظة الأخيرة، لكن في النهاية سقطنا بهدفين في وقت صعب التعويض خلاله، وهو ما صعب الأمر بالنسبة لنا. وأتم حديثه: سنحاول التعافي سريعا، علينا أن نفهم تماما ما حدث ونحلله ونرى ما سيحدث أمام إنجلترا حتى ولو كان الأمل ضعيفا. ونجح منتخب ويلز في خطف الفوز أمام إيران بالدقائق الأخيرة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة. وبهذه النتيجة رفع منتخب إيران رصيده عند النقطة الثالثة في المرتبة الثانية بترتيب جدول المجموعة الثانية بكأس العالم 2022، بينما تجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة في المرتبة الرابعة والأخيرة.